ازاي تقسم الهارد بتاعك او تعمل له اعاده تقسيم. تابع معانا شرح كويس جدا. وكالعاده قبل ما نبدا الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم، معاكم طارق جاد. كل سنه وانتم طيبين ويا رب عند الرسول كلنا متجمعين. النهارده معانا شرح بسيط جدا وهو ازاي تقسم الهارد بتاعك من غير ما تثبت ويندوز او اثناء تثبيت الويندوز. ركز معايا في الشرح كويس جدا وهندخل على طول على جهاز الكمبيوتر علشان ندخل في التفاصيل. ملحوظة مهمة جدا قبل ما ندخل في شرح النهاردة: لما بتشتري جهاز لأول مرة بيكون الهارد عبارة عن بارتيشن واحد بس متثبت عليه النسخة وبتحط عليه الملفات الخاصة بيك، وبكده تكون الملفات الخاصة بتاعتك معرضة بنسبة كبيرة للضياع أو التلف. لا قدر الله لو حصل مشكلة في الويندوز بتاعك أو دخله فيروس أو حصل مشكلة في الجهاز واحتجت إن أنت تفرمط الجهاز. الشرح اللي معانا النهاردة هيكون مقسم لجزئين أو طريقتين لتقسيم الهارد الخاص بيك، والطريقتين بإذن الله هيكونوا بدون استخدام أي برامج أو وسائل خارجية. في الطريقة الأولى زي ما أنت شايف كده، ده جهاز متثبت عليه ويندوز 10، ولو دخلنا على الماي كمبيوتر كده هتلاقي عندك بارتيشن واحد بس، هو بارتيشن السي اللي هو متثبت عليه النسخة اللي احنا شغالين عليها. ولو لاحظت معايا كده هتلاقي ان مساحة البارتيشن تقريبا الكاملة 100 جيجا. واحنا دلوقتي هنحاول ان احنا نقسم البارتيشن ده لاتنين. كل اللي عليك هتيجي على الايقونة الخاصة بماي كمبيوتر او زيز بي سي ايا كان النسخة اللي انت بتستخدمها، وهتضغط كليك يمين. هندور على الاختيار مانج وهنضغط عليه، ومجرد ما بتضغط عليه هيفتح معاك واجهة بالشكل اللي انت شايفه ده. كل اللي عليك انك هتدور على ديسك مانجمنت، ومجرد ما بتضغط عليها هيظهر معاك اختيارات بالشكل اللي انت شايفه ده. هتلاحظ عندك في الاسفل كده ان في ديسك واحد بس او بارتيشن واحد بس مكتوب ديسك زيرو، وزي ما انت ملاحظ كده الديسك زيرو مكتوب فيها 100 جيجا، دي المساحة الكاملة للهارد ديسك بتاعك. وزي ما انت ملاحظ كده هتلاقيه عندك مقسم لقسمين. القسم الاول او البارتيشن الاول هو سيستم ريزولف، ودي بتبقى اساسية في اي جهاز كمبيوتر لان دي بيبقى فيها ملفات السيستم الاساسي. وفي القسم التاني هتلاقي عندك البارتيشن الاساسي بتاعك اللي هو السي، وده اللي انت مثبت فيه النسخة. وزي ما قلت لك كده ده اللي احنا هنبدأ نقسمه او نختص منه جزء بحيث ان نعمله بارتيشن جديد. ولازم الجزء اللي انت هتقتصه او هتقطعه من البارتيشن الاساسي علشان تعمل له بارتيشن تاني لازم تكون المساحة دي فاضية. كل اللي عليك هتضغط على المساحة المخصصة لبارتيشن السي كليك يمين، وهتدور على كلمة شرينك فوليوم. في الخانة الأولى بيكتب لك الحجم الكامل للبارتيشن اللي انت ضغطت عليه، وفي الخانة التانية بيقول لك دي المساحة الفاضية في البارتيشن ده. وفي الخانة التالتة ودي أهم خانة ودي اللي احنا هنبدأ نعدل عليها، دي النسبة اللي احنا هنقطعها أو هنقتصها من البارتيشن ده. هنكتب مثلا 60,000 ميجا لان هنا لوحدة القياس الميجا، وطبعا زي ما انت عارف ان الجيجا 1024 ميجا. ومجرد ما تكتب 60,000 هتلاحظ في الخانة الأخيرة بيبدأ يكتب لك المساحة المتبقية او المساحة اللي هيكون عليها بارتيشن السي بعد ما تقطع منها الجزء اللي انت عايز تقطعه. بعد ما خصصنا المساحة بالشكل ده هتضغط شرينك. كده احنا فصلنا المساحة اللي احنا عايزين نخصصها لبارتيشن منفصل لوحده بالشكل اللي انت شايفه ده. وزي ما انت شايف كده هتبقى باللون الاسود وهيبقى مكتوب تحت المساحة اللي احنا خصصناها unallocated، وده معناه انها غير مستخدمة. كل اللي عليك انك هتضغط عليها كليك يمين وهتختار اول اختيار خالص نيو سيمبل فوليوم، تضغط نيكست وتتأكد من ان المساحة الكاملة مكتوبة في الخانة الثالثة زي المساحة اللي موجودة في الخانة الاولى. وبعد كده هتضغط نيكست، وهنا هتبدأ تحدد الاختصار بتاع البارتيشن. معروف في الويندوز ان لكل بارتيشن بيبقى حرف ثابت،
فممكن تختار اي حرف زي ما تحب، او ممكن تخليه الافتراضي زي ما هو، وهتضغط نيكست. تظهر معاك الاختيارات بالشكل اللي انت شايفه ده. في الخانة الثالثة دي الخانة المسؤولة عن اسم البارتيشن، ممكن انت تغير اسم البارتيشن زي ما انت حابب، وهنضغط نيكست. وفي الاخر خالص كده هنضغط فينيش، وهننزل الواجهة دي اللي تحت كده. وزي ما انت شايف كده تم انشاء بارتيشن جديد بالمساحة اللي احنا خصصناها له. وفي الطريقة التانية اللي معانا النهاردة، وهي تقسيم الهارد أثناء تثبيت النسخة. وفي مراحل التثبيت المختلفة، أول ما بتوصل لمرحلة اختيار البارتيشن اللي انت هتثبت فيه النسخة، دي المرحلة اللي احنا هنبدأ نقسم فيها الهارد. وزي ما انت ملاحظ كده الهارد اللي معانا في بارتيشن واحد بس. طبعا البارتيشن الاول زي ما قلنا في الطريقه الاولى ده بتاع السيستم ريزولفد، وده لازم ما تجيش جنبه نهائيا. احنا دلوقتي كل شغلنا على البارتيشن التاني اللي هو فيه مساحة الهارد الكلية. وزي ما انت شايف المساحة اللي معانا 465.3 جيجا. في الخطوة الأولى هتحدد البارتيشن بالشكل ده، وهتنزل للأسفل كده وهتضغط على كلمة ديليت، وهتضغط اوكي. فبمجرد ما بتنتهي عملية الحذف بيظهر معاك زي ما انت شايف كده المساحة الكاملة مكتوب جنبها unallocated space، يعني مساحة فارغة وغير مستخدمة. وفي الملحوظة التانية كلمة نيو اللي في الأسفل دي هتبدأ إن هي تظهر معاك زي ما أنت شايف كده. نبدأ نضغط عليها بالشكل ده، هتظهر معانا شوية اختيارات وخانة واحدة بس دي اللي هنكتب فيها المساحة اللي احنا هنخصصها لكل بارتيشن. وزي ما انت شايف كده المساحة برضو بالميجا. هنبدأ نخصص البارتيشن الأول للويندوز مثلا هنخليه 150 جيجا، هنكتب كده 150,000 ميجا وهنضغط ابلاي. وزي ما انت ملاحظ كده تم تخصيص المساحة اللي احنا كتبناها 150,000 ميجا اتحولت ل146.5 جيجا. وباقي المساحة الفاضية اللي معانا اللي هي unallocated space هتلاقيها عندك في بارتيشن تالت تحت كده مكتوب 318 جيجا، دي المساحة الغير مستخدمة. كل اللي عليك هتضغط عليها علشان تحددها، وهتضغط نيو وهتضغط ابلاي علشان تحول المساحة المتبقية دي لبارتيشن كامل. وزي ما قلت لك ونصيحة مني مهمة جدا، انك لازم ما تعملش بارتيشنات كتير عشان ده كله بيأثر على الهارد والاداء بتاعه، ولا قدر الله ممكن يحصل فيه مشاكل. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو اللي معانا النهاردة. ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك جديدنا اول ما ينزل. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.